ده سجق مدخن زي المشوي بس من غير شوي. عشان اعمله سخنت شوية زيت في طاسة على نار بين العالية والمتوسطة وحطيت فيها السجق، وفضلت اقلبه وادحرجه كده عشان يستوي من كل الجوانب. بعد ما استوى لقيته نزل دهون كتير في الطاسة، صفيت معظم الدهون دي ورجعتها على النار تاني. عشان السجق شبه الهلال كده، فعادة الجوانب اللي فوق واللي تحت هتستوي زيادة عن الباقي. ده مش مشكلة، بالعكس ده ممكن اصلا يقوي الطعم المدخن في السجق. لما اتأكدت انه استوى وطيت النار وحطيت رشة ملح، بس دي حسب السجق اللي بتستخدموه محتاج ملح ولا لأ، ونص معلقة صغيرة بابريكا مدخنة. قلبت السجق تاني عشان اغطيه بالتوابل دي. بعدين حطيت 3 معالق كبار باربيكيو صوص ودبس رمان، بس ده حطيت منه قليل قوي عشان ما يسكرش السجق زيادة عن اللزوم. ولو عايزينه حراق ممكن تزودوا هوت صوص. قلبت المكونات دي لحد ما غطت السجق من كل حتة، وطفيت النار وعملت زي طبق صغير كده من الفويل، وحطيت فيه حوالي معلقتين كبار من دهون السجق اللي صفيتها من شوية. وعلى الدهون دي حطيت فحمة مولعة وغطيت عليهم الطاسة وسبتهم 3 دقايق عشان السجق ياخد طعم التدخينة دي. وكده بقى جاهز، أسهل وأسرع بكتير من إن أعمله على الشواية.